بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. كتير من النساء بتعاني من الضغوط بسبب أعباء ومسؤوليات الحياة، مسؤوليات البيت والأولاد، وكتير بنسمع جملة أنا تعبت، مش ملاحقة على أي حاجة. إن رتبت البيت وطبخت وروقت المطبخ ببقى خلاص جهدي تعب، مش قادرة أتابع دروس الولاد. إن أخدتهم ونزلت بيهم وديتهم التمارين ورجعنا وعملنا الواجبات وخلصت كام حاجة في البيت ببقى منهكة جدا، مش قادرة أقعد معاهم، مش قادرة أقعد مع زوجي شوية. لو خصوصًا كمان لو هي بتشتغل، ففي جزء كبير وقت كبير مُقتطع في الشغل، فبترجع هلكانة على البيت والأولاد، وحاسة إن الطاعة والعبادة هي بتأدّيهم بسرعة، بسرعة، مش حاسة بحلاوة ولذة الطاعة. الصلاة بتأدّيها مجرد إن هي مش عايزة يبقى بيفوتها الصلاة، أوقات الوِرد بيروح، الأذكار ممكن تنساها، ودايرة في دوامة الحياة، ودايمًا حاسة بعدم توازن. إن أدِّت شيء على أكمل وجه، سقط منها أشياء كتير، ما بين بقى البيت والأولاد والزوج والشغل والدراسة والتمارين، وطبعًا الطاعة والعبادة وما إلى ذلك. في الآخر بتنهار قواها، تقعد تبكي وتبقى مكتئبة ومتضايقة إن ما فيش توازن. أنا مش عارفة أخلّي كل الأمور على أكمل وجه. طيب السؤال، هل كل أمور حياتنا لازم تكون على أكمل وجه؟ البيت تمام، الأولاد تمام، المطبخ تمام، الشغل تمام، كله 100%، كله 10/10؟ طيب كلمة التوازن دي، أنا علشان أوازن حياتي وأوازن بيتي، المفروض يبقى في درجات لكل حاجة. أقبل هنا 5/10، هنا 7/10، هنا ما ينفعش يكون أقل من 9/10. ما لا يدرك كله لا يترك جله. طيب إزاي المرأة المسلمة توازن حياتها، سواء حياتها الخاصة داخل بيتها أو حياتها بشكل عام لو هي كمان مرأة عاملة وليها دور في المجتمع وما إلى ذلك؟ النهاردة هنتكلم عن توازن الحياة مع الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا أستاذة خديجة. يا أهلا وسهلا أستاذة ندى، حياك الله وعليكم السلام. إن شاء الله إنك أنت بخير ومتابعينك الحمد في لله، برنامجك الحمد لله. المتميز دائما. الله الحمد يسعدك يا لله، رب. الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. مبدئيًا قبل ما نتكلم عن إزاي يكون في توازن ونحققه إزاي والأمور دي كلها، خلّينا الأول نعرّف كل القوارير اللي بيتفرّجوا علينا النهارده ما هو التوازن وما هي أهميته بالنسبة لينا؟ طيب، التوازن بالنسبة للنساء هذا الموضوع اللي دائما نحن نتكلم فيه في حياتنا وما احنا عارفين كيف نوصل له. التوازن حالة شعورية أول شيء. اهم. إني أنا قاعدة أدي واجباتي على أكمل وجه، ونحط تحت كلمة أكمل وجه خط، لأن هي دي العقبة الوحيدة، يعني أكمل وجه، الكمال في الأشياء، إمم. المثالية في الأشياء، إمم. التطلع للأفضل، 10/10 في الحياة، ما أقبل بأقل من كذا. هذا بيسبب طبعا خلل في التوازن. فالتوازن اللي احنا اليوم نبغى نتكلم عنه، إني أنا أدي أدواري في الحياة حسب استطاعتي وقدرتي وما هو متوفر لدي فقط. إمم. ولازم أقتنع أن أنا بذلت جهدي العادي جدا، مو الجهد الذي يأخذ صحتي وعافيتي وكل شيء مني. ما هو بهذا الشكل، ما هو الجهد اللي من لما أقوم فيه أقصر في كل النواحي الأخرى. إمم. إمم. فاليوم المرأة مع الأسف الشديد تواجه تحدي كبير جدا. ليش؟ لو قلنا حنلاقي أنه النساء أول شيء ما هم مدركين أنه ما يقومون به في الحياة هو أدوار. أنت اليوم دورك أم، طيب، ودورك هذا له تدرج أو مراحل معينة. في البداية ممكن يكون 100% لازم تأديه، بعد كده لا، مو في 100%، بعد كده لازم أنت في مراحل لازم تتركي بعض الأدوار ليست لك، يجب أن يقوم بها الآخرون أو تسمحي للآخرين أنهم يقوموا فيها. إمم. اليوم أنت زوجة، معناها أنت في دور الزوجية، ما الذي يجب أن تقوم به؟ اليوم أنت في علاقة مع نفسك أو مع نفسك، في دور مع نفسك. أنت اليوم مع الآخرين دول ممكن يكون أبوك أو أمك، أخوانك، صحباتك، جيرانك، وظيفتك، دراستك، اللي يكون لك دور.
هناك فرق. يعني هنا المشكلة إن إحنا ليش الخلل دائما بيصير؟ لأنه أنا ما أدرك إني أنا قاعدة أدي أدوار. امم. أدوار دي معناها أن أنا في كل مرة أو في كل مسلسل في هذولا يجب أن ألعب دور بس وأخرج منه، ما في داعي أستمر فيه كثير. يعني دور البطولة المطلقة ده في كل شيء غير موجود في الحياة. اه. عشان كده بيكون عند النساء خلل في هذا الفهم، فتندمج في الحياة، تندمج في إنها أم وليس في دور الأم. إن أنا أم، امم. حتى هي ما تقول لك دور، ما تقول لك أبدا كلمة دور. دور معناها إنه أنا عندي واجب معين أديه، بس أنا اللي لازم أديه، بس ما أقوم بواجبات الآخرين. واجب الأب ما أقوم فيه، واجبات امم. الأجداد والجدات ما أقوم فيه، أنا دوري امم. محدد. طيب، فهي تندمج في دور الأمومة وتنسى نفسها، تنسى إيش كانت وإيش هواياتها وإيش كانت تبغى تصير، كيف شكل امم. الحياة اللي تبغى تعيشها، وكيف تبغى تكون شخصيتها. تنسى، تندمج في واجبات الأمومة. أو تكون زوجة وتندمج في شخصية زوجها وفي هذا الواجب، لدرجة إنه ما عاد تعرف نفسها. لذلك بعد ما امم. تفوق لأي حدث هنا، أنا أفنيت عمري وأنا ضيعت عمري وأنا بالظبط بالظبط، دور. ضحيت هذا دور بشبابي ومحدش قدر، انا كنت يعني قدام. شمعة تحترق من اجل الاخرين. ما في داعي تحترق ولا شيء، تجيبي شمعة ثانية وولعيهم وتصيروا شمعتين، ما في داعي. الاحتراق ده ما في داعي منه. اه. أو إنه الواحد يكون مثلا خلاص لازم يعني يكون زي الليمون ينعصر. ليش؟ ما في داعي هذا كله، ما في داعي. هذا الأشياء اللي احنا نقول عليها. عشان كذا النساء عندهم مشاكل نفسية كثيرة جدا، ما هم عارفين اه إنه جاية بالظبط. من خلال اضطرابات نفسية اختلال كتير. التوازن. أيوة، امم. التوازن مختل. يعني أبنائها يكون عندها خمسة مثلا، كمثال على على اختلال التوازن، امم. تشيل مسؤولية الخمسة، تشيل مسؤوليتهم من ناحية إيش؟ مو أكلهم وشربهم، تشتغل منبه لكل واحد، اللي رايح الثانوي اه. اللي رايح الجامعة تشتغل منبه. اه طب هذا مو دوري، بالظبط. ده هذا رايح دوره الدرس، هو. دي جاية من التمرين، لا ده مش عارف عنده أيوة، امتحان، ده في كل حاجة، كله وشنطتك على لن أعصابها تفتحها. وستريس. أيوة، وطبعا والجدول يعني الأب بيبقى يعني إما في شغله، لأن يا إما بعض الآباء بيكونوا أصلا راميين العبء كله والمسؤولية كلها على الزوجة، ويعني مكبر دماغه. أنا حقول لك عشان ننصف الرجال شوية، الرجال أكثر وعي في هذا الجانب، فبيقول لك هذا دورها مو داري، إيش تبغيني أسوي؟ بسيط يعني، السؤال بيسأل إيش تبغيني أسوي؟ ما عندها حتى جواب. لما يقول لها اه زوجها ايش تبغيني اسوي او ايش تحتاجي اسوي، ما عندها. تقول له شوف انت بنفسك، قدر بنفسك، عشان خلاص، بعد هذا اللي يعني تحضر بقى الحاجات اللي هي عايزاها، وتقول له مثلا شاركني، انا بصحي اتنين وانت تصحي اتنين، انا اوصل وانت تجيب، وهكذا. تقسم الادوار. شفتي كيف؟ فان امم. الام لا تسوي واجبات اولادها، بتقلق لدراستهم، اذا ما حلوا الواجبات تقلق، اذا ما راحوا الدرس تقلق، اذا قلم الرصاص والاقلام ما دخلت الشنطه تقلق تتوتر. ليش؟ تلعب دور غير دورها. دورك مو كذا. لازم تفهمي اليوم انت كأم دورك التربية والرعاية. يعني تطبخي لهم، تنظفي البيت، ملابسهم مكوية، وتربي أخلاقهم وتعطيهم مهارات الحياة، امم. وتراقبي. ما دخل الأشياء في شنطته، مشكلته، هذا دوره، مسؤوليته يعني. طيب خلينا نقول الدور بهذا. يا استاذه خديجه، انا اعرف امهات لو ولادها نسيوا السندوتشات في البيت على المكتب، بعد ما هي فضلت يا ابني حط سندوتشات في الشنطه، يا ابني خد، يا ابني خد، بتنزل تاخد السندوتشات وتروح له على المدرسه، تقول لي قلبي ما قدرتش اسيبه طول اليوم من غير اكل. طب ما هو اللي مهمل، يعني ما هي ليه؟ برضو عشان ما عرفت دورها. عشان ما عرفت دورها انها تربيه ايش، ويتحمل مسؤولياته. لما ما ياخذ السندوتش يروح هو يجوع، قراره هذا، معناه هو ما قام بدوره هذا. لذلك يتكل الابناء لما يشوف الام خلاص بتسوي كل شيء. الانسان يحب اللي يريحه، فيرتاحوا هم وهي تشيل الاشياء. فتقول لك مم. انا ام ولازم اسوي. يعتمدوا لا، في عليها. فرق. شعور الامومه شيء وسلوك الامومه شيء. احنا لازم مم. نقف عند هذه المصطلحات. يعني سلوكك كأم شيء وشعورك شيء. شعورك حلو، تمام، ما حنرضى نحن اكيد اخر الليل كل ام تشعر مم. بالندم وتأنيب الضمير قبل ما تنام. ايوه ايوه. لكن سلوكك كأم اليوم لازم يقوم على انك تعطي ابنائك الاسلحه والمهارات الحياتيه، تعلميهم وتوجهيهم وترشديهم وتراقبي سلوكياتهم وتخليهم يتحملوا نتائج افعالهم. مو معقول يغلط ولدك انت تروحي تصححي، طب ايش استفاد مم. هو؟ مم. عشان كذا هنا بقول النساء لما ما تأدي، ما تفهم اول شيء مسألة الدور ايش معناها، هي بيختل عندها هذا الميزان. طيب، فيختل حتى شوفي علاقتها بالله سبحانه وتعالى. مم. شوفي الأثر فين بيوصل. لأنه أنت اليوم ما أنت مخلوقة عشان تكوني في دور الأمومة على طول، ولا في دور الزوجية على طول. كل هذه محطات في الحياة عشان توصلك للمحطة الكبيرة النهائية اللي هي في تمام. العلاقة مع الله سبحانه مم. وتعالى. يعني فهنا تمام. إذا أنت بتتأثر معاكي هذا
عدم التوازن هذا والاختلال في التوازن في علاقتك مع الله، فتصير إيش دائما إيش، أنا ليش ربنا قاعد يعاقبني كذا، أنا ليش ربنا أنا والله إنسانة كويسة وأنا بسوي مش عارف إيش، وأولادي كيف طالعين وزوجي ما أدري إيش بسوي، إيش دخل ده في ده؟ لأنه في خلل في التوازن، لازم تعرفي أنت أدوارك هذه كيف تتزني فيها طيب. وتؤديها بشكل متزن. طيب احنا خلينا نتكلم عن التوازن من منظور الإسلام. هل الإسلام اتكلم على نقطة التوازن خصوصا للمرأة؟ لأن الإسلام يعني كرم المرأة تكريم كبير ما لا تكرم في أديان أو في شرائع أخرى على الإطلاق. هي كرمت في الإسلام تكريم كبير جدا، وتحفظ حقوقها وتعرف واجباتها وكل شيء. هل الإسلام اتكلم عن توازن المرأة كيف يكون؟ طبعا الإسلام تكلم عن مسألة التوازن، وما خصص المرأة بشيء محدد، لأنه هو ما تكلم عنه ينفع للرجل وينفع للمرأة. بس هنا نيجي طبعا للمرأة. المرأة الله سبحانه وتعالى لما كرمها ورفع شأنها جعلها زوجة وجعلها أما وجعلها ابنة، ويقوم عليها في هذه الأدوار كلها أو في هذه الحالات كلها الرجال في رعايتها وحسن القيام عليها. طيب اليوم المرأة هي زوجة، معناها إيش قال لها؟ إن المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها داخل بيتها في بيت زوجها. معناها إيش؟ معناها إيش؟ إنه كمان عندها علاقة مع الزوج، فلازم تؤتيه حقه، والبيت له مسؤولياته والأبناء لهم مسؤوليات. هذه أدوارها. كل واحد من في هذه الأدوار كلها لما تؤدي ما لها وما عليها، مش بالتبادل، يعني تؤدي للزوج حقه مش بالتبادل. لما نقول ما تنتظر من الرجل انه يعطيها نفس الحقوق والواجبات ويؤدي على الكامل، لا، ممكن يكون مقصر، مو مهم تقصير الرجل، لكن انت لا تقصري ولا تبالغي، فاعطاكي هذا الشيء يعني. ولما تكوني بابنائك ترعيهم وتربيهم بالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى، وتقومي على إدارة هذا البيت برضو بالكيفية التي أمر الله سبحانه بدون مبالغة، لا ضرر ولا ضرار. فهنا لما نعطاها هذا الشيء معناها جعل لها كمان وقت لنفسها. جاء واحد من السلف الصالح من الصحابة لزيارة أخيه في المدينة، فلما راح له بيته فتحت زوجته شافها كذا مبهدلة ولبسها قديم ورث وحالة حالة، قال لها أين أخي فلان؟ قالت له ليس في البيت، تلاقيه في المزرعة أو في البستان. قال له ما حالك هذا؟ قال إن أخاك ليس له حاجة في الدنيا، يعني زاهد في الدنيا. فلما راح له ما كلمه ولا شيء، راح نام عنده، شافه يشوف يقوم الليل يبغى يصلي طول الليل، فجلس له. لما خلص كل شيء قال له يا فلان، قال إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربك عليك، فأعطي كل حق حقه. الإسلام منع مسألة أن أنت تعتزل الدنيا كلها وتعتزل، لا، ما أنت. طب المرأة دي مطلوب منك تأدى حقوقها. نفس الشيء المرأة، بعض النساء تندمج مثلا في حالة الآخرة والعمل للآخرة لدرجة تنسى أولادها وزوجها وبيتها وزوجها وكل شيء، وشايفة إن كل حاجة، يعني حتى بعض الزوجات شايفة إن التلطف مع الزوج ده أنا مش فاضية للكلام ده، يعني مش فاضية للدلع ده، أنا ببص على الآخرة فقط. فده لا يتعارض مع الآخرة. حبك لأولادك ولزوجك لا يتعارض. حتى التزين، بعض النساء تشوف انه التزين ده بالزبط. يعني يخرجها من حالة الخشوع والخضوع اللي هي داخلة فيها، أيوة كأنه سحبها الدنيا. طب انت اساسا هذا اللي راح تقومي فيه انت مؤجورة عليه، انت ليش بتسوي هذا كله؟ مو عشان اللي بتعمليه للآخرة، مو عشان تبتغي به رضا الله سبحانه وتعالى. الله قاعد يقول لك يعني حسن تبعل إحداكن لزوجها يعني خير، يعني تعادل الجهاد في سبيل الله. ما هذا هو. إذا لما يعادل الجهاد في سبيل الله معناها أن المرأة تشد حيلها في الجانب بدون مبالغات. طبعا تشد حيلها معناها إيش؟ تعطي الرجل حقه من الزينة، من التبسط معه، من حسن التبعل معه، وفي رعاية أبنائها والقيام عليهم كمان. نفس الشيء لما تلاعب أطفالها الصغار ما تشعر أن هي قاعد تضيع وقتها، لا، هذه الملاعبة حق من حقوقهم، يجب أن تعطيهم إياها، لأنه هذا غذاء نفسي لهم هم. فهنا يجي طبعا تحت إيش؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا الحالات هذه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا إياه، والإسلام لما ذكر لنا عشان يخلي المرأة ما تندمج مرة، لأنه كانت أول في جاهلية، فلما دخلت الإسلام تبغى تأخذ كثير من أشياء الإسلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، توقفوا عن كذا يعني، وخذوا الأمور ببساطة. جاءوا مرة رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا يقولوا إيش؟ أنا لا أتزوج النساء أبدا. واحد قال أنا لا أتعطر أبدا، واحد قال أصوم الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أتعطر وأتزوج النساء
يعني ذكر ال3 حالات نفسها وقال لهم إيش: من رغب عن سنتي فليس مني. فليس مني. لأنه هذا عدم توازن، يعني أنت لما تترك إمم. كل هذه الأشياء إيش أبقيت معناها؟ إيش أبقيت بالضبط. لنفسك؟ يبقى هي في بعض الزوجات لمّا بيحصل عندها خلل في توازن الحياة عندها، فبتعطي جزء على جزء بطريقة كبيرة جدًا، وده يخلّينا نتكلم مع حضرتك عن التحديات أو العوائق اللي بتقف أمام المرأة وهي بتحقق التوازن، إيه العقبات اللي بتقف قدامها وإزاي تقدر تتخطاها علشان حياتها بشكل عام يكون فيها توازن واستقرار نفسي؟ أول عقبة وأهم عقبة هي عدم قدرتها على تحديد الأولويات. ما في إمم. تحديد أولويات. عدم أيوه. تحديد الأولويات الأهم فالمهم فالأقل أهمية. كل شيء عند النساء هو أهم شيء، مع أيوه. إنه مو أهم شيء. كله مهم، عدم البيت تنضيفه مهم والطبيخ مهم والولاد مهمين و وعلاقاتي مع أصدقائي مهمة وعلاقتي كله عندها عندنا بقى مش عندها، طب أنا منهم، كله بيبقى إحنا عايزين كل حاجة 10 على 10، إحنا عايزين حياتنا كلها تبقى مضبوطة و100% علشان نقدر نحس كده إن إحنا مستقرين نفسيًا بنؤدي واجبنا صح. صحيح. هذا أهم الأشياء. طبعًا على فكرة خلّينا نذكر شيء: مسألة التوازن ليست بس في الأعمال، يعني حتى في المشاعر عدم اتزان عندنا المرأة. تبغى علاقتها مع زوجها 100% لا يزعل منها ولا في يوم من الأيام ولا تزعّله. آه. آه. هذا ما في توازن في الموضوع يعني. طيب، وأولادها ما تبغاهم يشتكوا من أي شيء، هذا كمان عدم توازن. طيب، وتبغى علاقتها بالناس كلها ممتازة وتقدم للناس كل شيء والناس كلها راضية عنها وتثني عليها إمم. خير، هذا عدم توازن، ده اختلال يعني. فهنا إذن عدم القدرة على تحديد الأولويات أول أو أهم التحديات، لأنه يبنى عليه الجهد الذي سوف تقوم به المرأة بعد كده في حياتها كلها. فده آه. مهم جدا ان المرأة تحدد أول شيء. ثاني تمام. شيء عندنا تحدي اللي هو عدم قدرتها على إدارة الوقت. تبغى كل شيء تسويه في اليوم. اليوم تبغى تسوي كل شيء من أول النهار لآخره، كله تبغى تنهيه. طيب ليش كذا؟ عشان أخلص اليوم، ما أبغى يتأجل شيء لبكرة. طيب إيش المشكلة لو تأجل لبكرة؟ لا، ما أبغى. طيب، هذا يسموه عدم إدارة الوقت. طيب، إمم. فتاخذ إمم. كمان عندك من عدم إدارة الوقت تاخذ جهد أو وقت لمهمة معينة ما تاخذ إلا 5 دقائق تاخذ فيها 3 4 ساعات. ليش؟ إمم. المثالية، الكمال، البحث عن المثالية في هذا الأمر. بالضبط. زي بالضبط. مثلا أبسط مثلا نقول لك الصلاة قد إيش تاخذ وقت؟ 3 دقائق 5 دقائق. طيب، هذا بالمتوسط. طيب، إمم. لما هي تبالغ في الموضوع وتدخل في رتم معين، هذا عدم توازن طبعا. ممكن تاخذ معها نص ساعة. ليش؟ تروح للفرد نُص ساعة؟ ممكن بالمبالغة يعني. لما تبالغ إمم. تقول لك لا، أبغى أجود صلاتي، تصلي إمم. ببطء شديد جدا وتصلي ما ده أدري حتى لو بالسُنة الضهر كمان اللي هو سُنّته أطول سُنّة، يعني ده يوم ما تكون إن هي يعني صلِّت السُنة والضهر وكُلّه، يعني مش معقول هتعدّي ال12 دقيقة مثلًا؟ ده لو هي شوفي، مطوّلة؟ أنا أعرف بعض النساء أعرف لما تدخل في الصلاة، أنا قبل ما تدخل بالصلاة لازم أخلص معاها، لأن إذا دخلت في الصلاة هذا ممكن أروح أسوي مشواري وأرجع لسه هي على السجادة. تاخذ وقت، تاخذ راحتها زيادة، مبالغة. تقول لك لا، إحنا كل في أمور الدنيا جالسين نجري، إيش معنى يعني نبغى نستعجل في الصلاة؟ مو مسألة نستعجل ما نستعجل، مو مسألة نستعجل، مسألة إنه أنا لازم أكون واعي للموضوع ده. إمم. يعني يعني معتقد أو متزن في مسألة العبادة هذه كلها، ما يحتاج تاخذ كل هذا الوقت، راح تملي. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ يعني هلك المتنطعون. المتنطعون ايش شغلتهم؟ اللي يبالغوا في الشيء. إمم. اي انسان يبالغ في الشيء فهو يؤدي بنفسه الى الهلاك. إمم. يبقى خذيها يعني تاني قاعده. تاني عقبة أو تاني تحدي هو المبالغة في الشيء. نعم، مبالغه. إمم. طبعا احنا قلنا المبالغه تيجي من ايش؟ من عدم القدره على اداره الوقت بفعاليه. كمان عندنا التحدي الثالث المهم انه المراه ما عندها قدره على الفصل بين حياتها الشخصيه او حياتها هي كشخص، يعني مساله رعايتها هي وبين ادوارها كلها، إمم. فتدمج مع بعضه. يعني عندها مسألة التضحيات مثلا عند النساء، يعني طب خذي وقت لنفسك ترتاحي، لا أنا ما عندي وقت، هذا الوقت تعطيه لأبنائها، تعطيه لزوجها، تعطيه للناس. طب أنت نامي شوية، لا أنا وأنت تعبانة أساسا، لا لا لازم أقوم أسوي كذا وكذا وكذا. فعندها إيش؟ ما عندها القدرة على الفصل بين احتياجاتها الشخصية أو رعايتها الذاتية لنفسها وبين القيام بأدوارها الأخرى، كله يدخل إمم. في بعضه. تمام. فتقدم الأدوار هذه على نفسها، فيؤدي ذلك إلى إن إيش؟
تتعب، تهلك، تطفش، تزهق، تنهار، يعني ما تقدر تكمل مم. الرحلة. فهذه من أعظم أو ثلاثة من أعظم أهم التحديات 3 عقبات في عدم تحقيق التوازن، نتغلب التوازن. عليهم إزاي بقى؟ عايزين نتغلب على العقبات اللي حضرتك ذكرتيها علشان نحقق التوازن. طيب أول شيء قلنا إحنا نحدد أولويات. أولوياتنا كيف تحدد؟ في الأولويات شيء اسمه، في شيء عاجل خلاص لازم أسويه الآن، ما في مجال يتأجل، لا يمكن يتأجل، مم. مم. لازم أسويه معناه الآن. في شيء لازم يتسوى بس مو لازم الآن، ممكن نأجله شهر، شهرين، 3، بس لازم. مم. إذا مم. ما في داعي أجيبه وأحطه الآن لازم أنجزه علشان إيش؟ أنا أرتاح إني أنا أسويه، لا، أجله خلاص. أنا عارف إنه هذا الشيء يعني مستعجل أو عاجل جدا، لكنه ليس الآن، ممكن يتأجل كمان. زي مم. إيش مثلا؟ أبسط شيء مثلا إن أنا أبغى أشتري شيء في البيت، أنا محتاج هذا الشيء مم. إلا أبغى أشتريه الآن. طب أنا ما عندي إمكانيات، طب ممكن إحنا نأجل المشتريات هذه للشهر اللي بعد الجاي مثلا، بعد شهرين 3، ممكن نأجله، هو ضروري لكن ممكن يتأجل الآن. طب لازم الآن إيش لازم نسوي؟ الآن اللي لازم يتسوى الآن فقط، اللي هو عاجل ولازم ما في حل. زي ما إحنا نقول إحنا مسألة حياة وموت، أبسط شيء، هذه المسألة فيها حياة وموت، سؤال بسيط هذا صح؟ مم. فلما أقول لا والله ما في حياة وموت، خلاص معناها مو قابل للتأجيل. الشيء الثاني في مسألة الأولويات إني أنا أفوض، ما لازم كل دور أنا أسوي أدوار الآخرين. بالظبط. أنت بالظبط. دورك زوجة، أدي دورك أنت حقة الزوجة، ما في مم. داعي بعض النساء تؤدي دور الزوج والزوجة مع بعض. طيب مم. وهذا تصير المرأة مثلا لأبنائها هي الأب والأم والأب موجود، أو تقوم هي بدور الزوج والزوجة في حياتها من خلال إيش؟ توفير احتياجاتها الخاصة واحتياجاتها النفسية واحتياجاتها العاطفية لنفسها بدل ما تطلبها من الرجل. طيب ليش؟ ما أبغى أكلف عليه، ما أبغى أتعبه، ما أبغى أشغله، ما مش مم. عارف إيش، فهي أيوه تؤدي دور أيوه. غير دورها، فبالتالي بالظبط. بينعكس عليها اه. بشكل سلبي. مم. وبعدين في بعض الأشياء في مسألة الأولويات هي ليست مهمة أصلا، فما نشغل نفسنا فيها. ومع الأسف هنا الخدعة، إنه أغلب الأشياء اللي إحنا نسويها في الحياة هي عاجلة، هي مهمة لكن مو عاجلة، أو أشياء يمكن التخلص منها، فإحنا مم. جهدنا رايح في الاثنين دول، مش في الأشياء المهمة يعني. مع الأسف. فهنا طيب أنا دائما. أنا عرفت دلوقتي العقبات وعرفت إزاي أتخطاها، ولكن ما عنديش القدرة العملية، أنا عايزة خطوات عملية تساعدني، مثلًا حضرتك مثلًا تقولي لنا لمّا ييجي لِك التفكير في إن لازم تعملي ده، هتفكّري أو هتشتتي تركيزِك إزاي عن النقطة دي، فبحيث إنِّك ما تقدميش عليها وما إلى ذلك من خطوات عملية بيسموها العلاج السلوكي المعرفي، اللي هو بيبقى له في بعض المشاكل النفسية، ولكن ساعات بنستعين بيه في بعض الأمور اللي زي عدم التوازن علشان نقدر نتحكم في أنفسنا، لأن في نساء كتير ما بتقدرش تتحكم في نفسها ومحتاجة تتدرب ويبقى ليها خطوات عملية عشان تحقق التوازن. طيب الخطوات العملية كثير، لكن أولها رغبة المرأة أساسا في إحداث تغيير في حياتها أنها بالفعل تتوازن، هذا مهم، لأنه أي جهد بدون وجود الرغبة ما له أي معنى. مم. أبسط شيء ممكن نقوله نحن اليوم، كل يوم اكتبي إيش عندك، أول ما تقومي تصلي الفجر، ومش بالليل كمان، أول ما تقومي تصلي الفجر وتخلصي أذكارك، امسكي ورقة وقلم قولي أنا اليوم إيش عندي، اكتبيهم كتابة مو في ذهنك. هذه مشكلتنا نحن، كل شيء في عقلي، لا ما أبغاه في عقلك، اليوم أبغاه في ورقة مكتوبة. ليش؟ يساعدني رؤية الأشياء. وبعدين أقول لك الشيء الثاني، بعد ما تكتبيه أعيدي ترتيبه من الأهم فالمهم فالأقل أهمية، عشان مم. تعرفي من فين تبدأي. مم. فلما تعيدي ترتيبه انت حتعرفي اليوم في اليوم ايش حتسوي. طيب هذا لازم اسوي، هذا لازم اسوي، هذا لازم اسوي، رتبيهم، كله مهم بالنسبه لك، بس ايش الاهم والعاجل مم. بالنسبه لك، حطيه رقم 1، ثم الاقل منه 2 3 4. بعدين شوفي اليوم كيف حيمشي معاكي، طبقي اللي في الورق هذا المكتوب، حتلاقي انه وقتك اتنظم، وحددتي اولوياتك، وجهدك كان اقل، وارتحتي ولقيتي فاضي، باقي اليوم كله فاضيه ما عندك ولا شيء تسويه. لأنه الدوشة من العقل، من طريقة التفكير، الامتلاء مم. والفراغ هو حالة شعورية. أنا ممكن مم. أشعر أن أنا فاضية وأنا مليانة شغل، وممكن أشعر أن أنا ممتلئة عمل وأنا بالفعل جالسة قدام التلفزيون ما عندي ولا شغلة ولا عاملة. شعور هو. طب أنا أطلع طب على أنا الورقة اللي. دلوقتي لمّا بتيجي لي فكرة معيّنة إن لأ، لازم أقوم أخلّص الحاجة دي، لازم أعمل المشوار ده، يعني بيبقى في أفكار مسيطرة، إزاي نتخلّص من الأفكار المسيطرة دي إن هي دايمًا حاطة لنا كل حاجة هي أولوية، كل حاجة هي مهمة، كل حاجة لازم أعملها دلوقتي، الأفكار دي أبتعد عنها إزاي وأتخلّص منها إزاي؟
شوفي، حديث الإنسان مع نفسه مهم. حضرتك قلتي إيش؟ لازم أسوي كذا، لازم أسوي، لازم. كلمة لازم معناها أنا قاعدة أضغط على نفس الزر اللي يخليني أقوم الآن لازم أسوي. إذا لازم أغير طريقة الكلام الذاتي مع نفسي، ما في داعي أقول لازم أسوي. أحتاج أقوم أسوي هذا الشيء، أو إمم. ضروري أقوم أسوي الشيء، أو راح أقوم أسوي هذا الشيء ببساطة يعني. لأن تمام. العقل لما ياخذ الكلام بيتعامل مع الكلام هذا كنتيجة لازم أنت حركة، يعني لازم تقوم بها كالسلوك، لأنه أصبح مفهوم. يعني كلمة لازم معناها شيء ضروري. يعني أنا اليوم لما أسمع كلمة أحد يقول لي لازم، معناه باخذ إنه هو ضروري 100%، بعدين أكتشف إنه هو لا هو ضروري ولا شيء. هي لازمة كلامية في طرف اللسان والناس تستخدمها عادي جدا. فلازم يكون حديثي أنا اليوم مع نفسي يكون حديث واضح جدا. يعني أنا تمام. محتاجة أقوم أسوي هذا الشيء، أو لازم أقوم أسوي هذا الشيء، أو إمم. لا يعني خليني أقوم أسوي هذا الشيء. هذا كله بينعكس عليك أنت حتى نفسيا في الخطوة التي سوف تقومين بها بناء على الحديث الذاتي. فننتبه يعني للكلمات اللي احنا نقولها لأنفسنا، لأنه بتشكل بالضبط. كثير إمم. جدا من سلوكياتنا إمم. وحركتنا في الحياة. تمام جدًا، باشكر حضرتك في النهاية الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية ولايف كوتش على وجود حضرتك معانا وعلى هذا الطرح المميز، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعًا بحياة متوازنة وصحية نفسيًا وبدنيًا. إحنا أجسادنا ونفسيتنا ليها علينا حق، فلا بد إن إحنا نعطي كل ذي حقٍ حقه. مش كل حاجة مهمة في حياتنا، لازم نرتب أولوياتنا، الأهم فالمهم فالأقل أهمية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالصحة والعافية جميعا يا رب العالمين. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.